السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. طبعا نحن جمعية ملتقى الطهاة المحترفين باسمي أنا الشيخ محمد وباسم الإدارة العليا للملتقى حابين اليوم إن شاء الله نوقع بروتوكول تعاون بيننا وبين جمعية الذواقة للطهاة الفلسطينيين. طبعا إن شاء الله هذا التعاون راح يكون يصب في فائدة الشيفات والطهاة وعالم الضيافة والسياحة. نسأل الله التوفيق لنا ولهم. وطبعا راح نوقع حاليا بيننا وبينهم الاتفاقية، ونسأل الله التوفيق لنا ولهم، وإن شاء الله يكون عملنا خالص لوجه الله، ويكون إن شاء الله فائدة لجميع الطهاة. طبعا هذا عقدنا نحن كملتقى، وهذا عقد الجمعية الذواقة والطهاة الفلسطينيين. دمتم بخير، وإن شاء الله دائما القادم أجمل إنا ولهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم في جمعية الذواقة والطهاة الفلسطينيين. راح إن شاء الله نوقع عقد شراكة بيننا وبين ملتقى الطهاة المحترفين السورية اللي هي مقرها الجمهورية العربية السورية. طبعا ولنا الشرف إن إحنا نتعاون معهم، وراح نوقع اليوم عقد الشراكة ونوقع اللي هو البروتوكول التعاون الدولي بيننا وبين الجمعية. طبعا راح تكون ان شاء الله عقد شراكة مثمر، وراح يكون ان شاء الله يعني بداية خير على طريق نهضة الطهاة الفلسطينيين والسوريين. هاي هون احنا عندنا عقد الشراكة. دور الختم بستلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد زياد محمد جاء. فهاي هيك، هاي الختم. كنا بنتمنى انه ما تكون هيك الظروف يعني بعاد كتير عن بعض، وانه نوقع يعني على ارض واحدة. فان شاء الله ربنا بكرمنا وبنلتقي فيكم في القريب العاجل. هي بدنا نوقع كمان اتفاقية التعاون الاستراتيجي. وهاي الختم تبعت جمعية الذواقة والطهاة الفلسطينيين، وهاي عقد الشراكة. ألف مبروك للجمعيتين، وإن شاء الله بداية مثمرة للجمعيتين. نلقاكم على خير.